نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخلص في العمل وأن نقوم به، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قضية النية وتوفرها في العمل توجد الإخلاص فيه، وإذا ما توفر الإخلاص في العمل حتى ولو كان قليلا فاعلم بأن الله عز وجل يجزيك عليه الأجر العظيم. وما ورد إلينا من الأخبار من قول رسول الله آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا مولانا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره. وسلم بلادنا يا أرحم الراحمين، وسلم مصر يا كريم، وسلم جيشها وأهلها وناسها يا رحمن يا رحيم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وأقم الصلاة إن الصلاة